لو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت من حكاية جن ملك الوحوش هتلاقوها في القناة أو من قائمة التشغيل اللي هتظهر دلوقتي حالا. ودول اللي أجابوا الإجابة الصح لسؤال الفيديو اللي فات ولسه مستمرين في الحكاية الأسطورية دي، وهنفضل معاكم للأفضل إن شاء الله. فما تنسوناش باللايكات الجميلة بتاعتكم ونوصل الفيديو ده 7000 لايك. ويلا بينا نكمل حكايتنا. بنروح للعشيرة الخالدة وبنشوف الأمير تشاو بيمتص طاقة روحية من جثة أميرة ما، وبيقول في نفسه سواء نجحت أو فشلت في استعادة الطاقة الروحية هيفضل عندي أمل. وبعد محاولات كتيرة بينجح الأمير تشاو في امتصاص الطاقة الروحية من جثة الأميرة، فبينصدم الأمير شوان وبيقول مش مصدق اللي بشوفه، الاستعادة نجحت. فبيضحك الأمير تشاو وبيقول ما كنتش أصدق إني أنجح وأقدر في استعادة نمط الطاقة الروحية الأعلى. وبنعرف إن الجثة اللي كان بيمتص منها الطاقة الروحية دي هي جثة الأميرة لي خطيبته. فبيقول الأمير شوان مش قلت لك إنه الحاجة الوحيدة اللي هتنفعنا هي الأميرة لي، لأنها بنت الملك جيان وأكيد في جسدها قوة روحية عظيمة، لكن الدور الباقي عليك أنت اللي قدرت تمتص القوة الروحية دي منها. أخيرا هنقدر نلاقي جن ونخلص عليه، وهنكون من أوائل المحاربين اللي قدروا يمتصوا القوة الروحية من أجساد الأمراء، وهنعمل طفرة كبيرة جدا في العالم كله. انا وانت هنكون اعظم المحاربين وهنقدر نتحكم في كل المحاربين الشباب. اهم حاجة انت ركز على تدريبات الصقل بتاعتك وحاول تزود طاقتك عن كده بحيث انه محدش يقدر عليك. فبيقول الامير تشاو كل ده كلام جميل، لكن في قانون هيمنعنا من كل ده، في محاربين كتير يقدروا يعملوا اللي انا عملته. فبيقول الامير هوان لكن انت عظيم واقوى من اي محارب يا تشاو. فبيقول الامير تشاو طالما انا اقوى محارب يبقى انت لازم تخضع ليا ولأوامري. فبينصدم الامير هوان من اللي بيسمعه لكن بيضحك وبيقول دور المغرور لاقي عليك قوي يا تشاو، خلاص عرفنا انك بتعرف تمثل، كفايه بقى ركز في شغلك وكفايه الهبل ده وما تنساش نفسك بعد كده، واعرف انت بتتكلم عن مين. انا الامير هوان الوصي الوحيد لطائفة العشيرة الخالدة. فبيقول الامير تشاو نتكلم في الموضوع ده بعدين، خلينا نركز في الصقل. فبيقول الامير هوان هو ده الكلام ولا بلاش؟ هنعمل ايه في جثة الاميرة لي؟ فبيقول له الامير تشاو رغم ان انا كنت بحبها لكن دلوقتي انا مش عايز اشوف وشها، ارميها في الزبالة بعيد عن هنا. وبنرجع بعدها لعصر الملك زنن وبنشوف جن قاعد جنب الملك. فبيقول الملك زنن انا عشت سنين طويلة يا جن، اول مرة اقابل محارب بالقوة الهايلة دي زيك كده في سن صغير، ده انت قدرت تعمل كل الضجة دي، لكن انا لسه خايف عليك. طائفة الشمس مش هتسيبك في حالك بعد ما قتلت لهم الامير لين. فبتقول الاميرة شان وانا رحت فين بقى يا سمو الملك زنن؟ جن بقى واحد من طائفة القلب المقدس وانا احميه باقصى جهدي. فبتقول الاميرة فيفي انضم لي انا يا جن في طائفة اليشم وانا اضمن لك اني احميك باقصى جهدي، طائفة القلب المقدس غلبانة ومش عايزين ندخلها في مشاكل. فبتقول الاميرة شان انت تقصدي ايه يا فيفي؟ فبتقول فيفي انا ما قصدتش حاجة يا سمو الاميرة، لكن زي ما انت عارفة السيد جن والاميرة يا وصحاب من زمان، وانا اعتقد انه السيد جن هيرتاح اكتر في طائفة اليشم بتاعتنا. فبتوجه كلامها لجن وبتقول له وافق يا سيد جن وانضم لنا وانا هضمن لك في غضون 3 شهور بس هنعملك امير كبير في طائفة اليشم. فبتتعصب الاميرة شان وبتقول انا اللي عرضت عليه الاول يا فيفي، انت ايه اللي دخلك ما بيننا؟ ثم انا ممكن اقدم ليه نفس العروض وممكن اعمله امير كبير عندنا في طائفة القلب المقدس. فبيقول جيم بكل هدوء بس ولا انت ولا هي، انا مش عايز ابقى من ضمن اي طائفة، انا عايز ابقى لوحدي. فبيبان على وش الاميرتين الصدمة. فبيكمل جين كلامه وبيقول لهم لكن انا هعمل حاجة واحدة بس، وهي اني اروح عند طائفة القلب المقدس اتدرب شوية على تزويد صقلي. فبتفرح قوي الاميرة شيان وبتقول في نفسها اكيد السيد جين حبنا فعشان كده حب يجي يتدرب عندنا في الطائفة. فبتقول فيفي زي ما تحب يا سيد جين، لكن لو حبيت في اي وقت تاني انك تغير رايك هتلاقيني موجودة وفي انتظارك. فبيقول جين بنفسه فاكراني عبيطة يا فيفي ومش عارف اللي انت عملتيه؟ انت اول واحدة سلمتي الاميرة يا وللسيد الكبير عشان يعذبها، انا قريب قوي هقضي على طائفة اليشم كلها وانت معاهم يا فيفي. فبيقول الملك زنن ودلوقتي جا وقت الجايزة، وبيقوم مطلع
بيطلع خاتم روحي غالي جدا وبيقول لجن بما انك كسبت في المسابقة يا جن احب اقدم لك الخاتم ده، جواه كل العناصر اللي كانت مراهنة عليها الطوائف الاربعة. فبيقول له جن خليه معاك يا سمو الملك زنن، انا مش محتاجه دلوقتي. فبيقول له الملك زنن لكن ده حقك يا جن. فبيقول له جن اعتبره هدية مني ليك انت وشياو، انتم دعمتوني كتير قوي وتعبتم معايا. فبيعيط الملك زنن من كتر كرم جن. فبيقول جن انت عظيم قوي يا سيد زنن، خد بالك من شياو حفيدتك ومن قارة تيان، انا اول يوم شفتك فيه وانا عارفك انك شخص عظيم مستعد تضحي بحياتك عشان الجنس البشري، وعارف انك خضت معارك كبيرة جدا ضد الشياطين وخسرت فيها ابنائك التسعة، انت عانيت كتير قوي في حياتك السبع وجلوات انك ترتاح شوية، انت البطل الحقيقي للبشر كلهم. فبيشكر الملك زنن على الكلام الحلو ده وبيقول له ده انت ابني اللي ما خلفتوش يا جن، لكن انا عايز اطلب منك طلب صغير. فبيقول له جن ما تقلقش يا سمو الملك زنن، اقسم لك اني حتى لو بلغت قوتي الهائلة في العالم الروحي بكل عمري ما هبطل في حمايتك انت وحفيدتك شياو، واستمر في المدافعة عن البشر المظالم في العالم كله. فبيفرح الملك زنن، وهنا بتقول الاميرة شيان انت يا جن حقيقي انسان صالح. وبنروح بعدها لقاعة الشيوخ وبنشوف وانج وابوه هناك، وبيكون وانج لافف شاش على كل جسمه بسبب الاضرار اللي سببها له جن، وبيكون ابوه عمال يعيط ويقول سامحوني يا شيوخ المدينة، انا ما قدرتش اخلي ابني يكسب في مسابقة النار المقدسة وارفع راس طائفة الرمح، سامحوني ارجوكم. فبيقول وانج استنى بس يا ابي، انا ما بيكملش الا وبيضربه ابوه بالقلم وبيزعق له وبيقول له اعتذر من الشيوخ يا لعين على الكارثة اللي انت عملتها دي. فبيعتذر وانج وبيقول لكن انا ماليش ذنب يا شيوخ المدينة، جن طلع قوي جدا والشر مالي قلبه، انا ما قدرتش عليه، ده دمر كل المحاربين اللي في المسابقة كلهم في ضربة واحدة. فبيغضب والد وانج وبيقول له ليك عين تخترق اعذار يا وغد. فبتظهر هالة غريبة وبتخرج روح شخص من الحيطة اللي واقفين قصادها. فبيقول الشخص ده يا دي العار، مش عيب على احفادي انهم يخسروا من حتة شاب صغير. فبينصدم وانج وابوه ان روح الشيخ طلعت لهم. فبتكمل روح الشيخ كلامها وبتقول على العموم كل حاجة مكتوبة هنا على الحجر يا وانج، دلوقتي انت شايل اسم عائلة وانج ولازم تاخد بتار ابوك اللي اتذل عشانك وتقضي على جن. فبتديله روح الشيخ بطاقة ذهبية غريبة. فبيقول وانج هو ده العنصر السري لعائلة وانج واللي ممكن يفتح ليا كاف الحبوب الشيطانية. فبتقول له روح الشيخ روح يا وانج وافتح الكاف وابدأ في صقل كل الحبوب الشيطانية اللي هناك، ولما تكون حاسس انك قادر على مواجهة جن روح له ودمره. فبيفرح وانج قوي وبياخد الرمز وبيقول انا مش مصدق نفسي، ده يعتبر كنز كبير قوي. فبيقول والد وانج عارف يا وانج زمان كانت عائلتنا عظيمة وليها وضعها في وسط كل العائلات اللي في المدينة، لكن امير العشيرة الخليدة جه في يوم من الايام وقضى على كل شيوخنا واتدهور بينا الحال زي ما انت شايف، فلو انت قدرت تستخدم الكنز اللي موجود في الكهف صح هيبقى انتفاع كبير لينا وهنستعيد مجدنا. فبيضحك وانج وبيقول اهم حاجة عندي دلوقتي اني اقضي على جن، والنهاردة انا حصلت على فرصة عظيمة انا مش لازم اضيعها. فبنسمع صوت شخص غريب بيقول ما كنتش اتخيل ابدا ان طائفة الرمح الضعيفة يكون عندها كنز كبير زي ده، تقريبا كده انا جيت المكان الصح. وبيكون ده الامير لين. فبينصدم وانج من اللي هو فيه وبيقول له انت اكيد شبح، انت اكيد مش حقيقي. فبيكشف الامير لين عن وشه وبيقول له كفايه عبط ياض انا الامير لين. فبيكمل وانج كلامه وبيقول انت هتجنني ليه يا عم، هو جن ما قتلكش في المسابقه قصاد عينيا انا؟ فبيضحك الامير وبيقول له انت لسه صغير ما تعرفش حاجه، انا الامير لين الاعظم، فاكرني اموت على ايد واحد زي جن؟ لكن عشان ما تتجننش انا هقول لك انا عايش لحد دلوقتي ازاي، ده بفضل تقنيه الموت الكاذب، ودي تقنيه سريه اتعلمتها في سنين عمري اللي انا قضيتها في طائفه الشمس. انا مش جاي هنا النهارده عشان كده، انا جاي عشان عرفت انك عايز تقتل جن. فبيقول له وانج وهو متعصب ده انا عايز اشوي جثته بعد ما اقتله عشان اشفي غل منه. فبيقول له الامير لين حاليا انت معاك فرصه كبيره عشان تعمل كده، لكن انا عايزك تسمع مني الكلمتين دول، انت لازم تغري بالكهف اللي مليان كنوز بتاع جدك الشيخ، وما تخافش انا مش هنصب عليك ولا طمعان في الكنز، انا كل اللي عايزه حاجه واحده بس وهي النار المقدسه اللي من الدرجه التاسعه اللي مع جن، فعشان كده لازم نقتله عشان اعرف احصل عليها. فبيقول له وانج يعني انت شايف اننا هنقدر فعلا نقتل جن؟ اصل كل ما بنحاول بنفشل، ده غير انه جن نزل قتل في اللي يجي على سكته لدرجه انه شفته بيقتل السيد الكبير في المسابقه قصاد كل الناس. فبيقول له الامير لين المره دي انا ضامن نجاح الخطه، امشي ورايا وانا هخليك تقتل جن، اهم حاجه دلوقتي
دلوقتي لازم تروح لجين لانه عايز يسافر للمدينة الملكية يكمل انتقامه من العشيرة الخالدة. انت لازم تغريب الكنز اللي في الكهف قبل ما يمشي ويسيب البلاد، والباقي سيبه علي انا. فبيمشي الامير لين، فبيقول وانج طب انا هعمل ايه دلوقتي يا ابي؟ رغم ان انا حماسي قوي ان انا اقتل جين، في نفس الوقت عندي رعب من انه خطة الامير لين تفشل وجين يعرف اللي عملناه ويقتلني زي اللي قتلهم. فبيقول والد وانج مفيش حل غير ان احنا نسمع كلام الامير لين، يمكن المرة دي ينجح ويعرف يقتل جين. اهم حاجة دلوقتي لازم نروح لجين عشان نغريب الكنز زي ما خطط الامير لين. وفي الليل بنروح للفندق اللي قاعد فيه جين، وبنلاقي الاختين سي ويو واقفين قصاد جين. فبتقول سي مبروك على المركز الاول في مسابقة النار المقدسة يا سيدي جين، سمعنا انك حققت انجاز كبير وقتلت كل المنافسين في حركة واحدة بس. فبيقول جين بكل غرور ده العادي بتاعي، يعني مجرد مسابقة صغيرة كسبت فيها. اهم حاجة دلوقتي انا جمعتكم عشان اقول لكم اني مسافر بكرة عن المدينة للمدينة الملكية عشان اكمل انتقامي من العشيرة الخالدة، فكنت عايز اطلب منكم طلب. فبيقرب جين على الاختين سي ويو وبيقول لهم هو الطلب اللي هو عايزه، لكن مش بنعرف هو قال لهم ايه. وفي اليوم اللي بعديه وفي قصر الملك زنن بيكون جين بيودع كل اللي موجودين عشان خلاص هيسافر. فبتقول له شياو انا شايفه ان السفريه دي ملهاش لازمه يا جين، عشان انا خايفه عليك، اكيد بعد ما قتلت السيد الكبير للعشيره الخالده دول مش هيسيبوك في حالك، خصوصا انه الامير تشاو شرير جدا وبيكرهك واكيد هيأذيك باي شكل من الاشكال. فبيقول لها جين مش عايزك تقلقي يا شياو، انا هرجع واجيب لك راس الامير تشاو وعلقها على باب القصر. فبتقول الاميره شان خليني اسافر معاك يا سيد جين عشان بعد ما تخلص انتقامك وتقتل الامير تشاو نطلع طائفه القلب المقدسه على طول. فبيدخل عليهم حارس وبيزعق وبيقول الحق يا سمو الملك زنن، السيد وانج وابوه واقفين بره القصر وعايزين يدخلوا. فبيقول الملك زنن ومالك خايف كده ليه يا ولد، خليهم يدخلوا. فبيدخل وانج وابوه وبيقدموا التحيه للملك زنن. فبيقول الملك زنن اقدر اعرف ايه سبب الزياره الغريبه دي يا سيد وانج؟ فبينزل وانج على ركبه وبيقول انا جاي النهارده عشان اعتذر من السيد جين واخليه يسامحني واصلح موقفي قصاده، واني ماليش دعوه باي مؤامره اتعملت ضده. فبيقول ولد وانج اتمنى انه السيد جين يسامحني انا وابني. فبيكمل وانج كلامه وبيقول وعشان اثبت لك حسن نيتي انا عندي ليك عرض كويس. فبيقول له جين وايه هو العرض ده يا وانج؟ فبيقول له وانج انا ورثت عن شيوخ طائفتي كهف مليان كنوز واسلحه روحيه، واتمنى انك توافق وتيجي معايا عشان اعرف اديك كل الكنوز اللي في الكهف. فبيقول جين في نفسه اكيد دي لعبه جديده جاي تلعبها عليا يا وانج، لكن مش هتخور عليا. فبتقول الاميره شان واحنا نضمن منين انك مش عامل كمين للسيد جين عشان تقتله؟ احنا اصلا مش بنثق فيك يا وانج، انت فاكر انه السيد جين غبي عشان يصدقك؟ فبيقول ولد وانج مستحيل نعمل كده، احنا فعلا نيتنا خير وعايزين نقدم للسيد جين الكنز عشان يقبل اعتذارنا. فبيغضب وانج وبيقول في نفسه اللعنه الاميره شان دي شكلها هتبوظ لي الخطه اللي انا عاملها. فبترد شياو على ولد وانج وبتقول له احتفظوا باعتذاركم لنفسكم، جين مش هيروح في حته معاكم. فبيصدمهم جين وبيقول لهم انا موافق وقبلت اعتذارك يا وانج، هنروح امتى الكهف بتاعك ده؟ فبتنصدم شياو من اللي هي بتسمعه. فبيقول والد وانج الطريق سهل جدا، الكهف موجود ورا الجبال العاليه في غرب المدينه، لو اتحركنا دلوقتي ممكن نوصل في يوم واحد. فبيقول له جين طب خليها بكره بقى. فبيفرح والد وانج وبيقول طب اسمح لنا نمشي بقى احنا عشان نجهز نفسنا يا سيد جين. فبتقول شياو انت عبيط ولا ايه يا جين؟ دول اكيد نصبين ليك كمين، انت ليه وافقت انك تروح معاهم؟ فبيقول لها جين مش عايزك تقلقي يا اميره شياو، طالما انا وافقت على حاجه ابقي متاكده منها. فبتقول له الاميره شيان خليني اجي معاك يا سيد جين عشان اساعدك. فبيقول لها جين خليك انت هنا يا شيان، من الاحسن ان انا اروح لوحدي عشان اعرف اتصرف كويس. فبيقول الملك زنن انا واثق انك هتقدر تتغلب عليهم يا جين، خد بالك لانهم اشرار بطريقه مرعبه وفي احتمال انه شرهم ينتصر. فبيقول له جين ما تقلقش يا سمو الملك زنن، انا واثق من نفسي. وفي اليوم اللي بعديه بيكون جين في الطريق للكهف مع والد وانج ووانج، وبيكون جين سرحان في الطريق وبيقول في نفسه اعدائي كتروا قوي، حد يصدق انه راجل كبير زي والد وانج يكذب ويلعب مع ابنه مؤامره عشان يجيبوني هنا وعشان يتخلصوا مني ويقتلوني. فبيقاطع والد وانج افكار جين وبيقول له انا عارف طريق مختصر هيودينا اسرع من كده. فبيقول له جين وريني هنمشي ازاي، اتقدم. فبيرجع جين يكلم نفسه وبيقول اكيد في شخص دبر لهم المؤامره دي لانه الاتنين دول اغبياء جدا، يا ترى مين الشخص اللي ساعدهم وهل ممكن يكون مستنيني هناك؟ مش مهم، انا كده كده في كل الاحوال هقتله زي اللي قبلي. فبيوصلوا للكهف وبيقول والد وانج
وانج اتفضل يا سيد جن. فبيدخل جن وبيلاقي 3 أسلحة روحية وتمثال كبير ضخم جدا لشيخ الطائفة. فبينصدم وانج من شكل الأسلحة الروحية ومن درجة قوتها، وبيقول أنا أول مرة أشوف أسلحة خالدا من الدرجة الأولى. فبيقول ولد وانج الأسلحة الروحية دي كلها ملكك يا سيد جن. فبيقول جن بنفسه أنا حاسس بقوة روحية خارجة من التمثال الضخم ده، لا يكون دي هي المؤامرة وهم جايبيني هنا عشان ألمس الأسلحة الروحية وروح التمثال اللي بتحمل أسلحة تقتلني، لكن الطريقة دي برضه مش هتنفع معايا، أنا لازم أخيب أملهم. فبيروح جن وبياخد سلاح روحي من الموجودين لكن ما بيحصلش حاجة. فبيسأل جن نفسه هو ليه مفيش حاجة حصلت، يمكن روح الشيخ اتأخرت شوية. فبينشق التمثال في لحظة وبيخرج منه بطاقة ذهبية غريبة. فبيقول جن بنفسه دي بطاقة ذهبية خالدة، ودي بطاقة بتدي صلاحيات انك تتحكم في بعض من شياطين الارض، وكمان بتديك جسد خالد. اعتقد انه دي شبه البطاقة اللي حصل عليها وانج عشان يفتح الكهف ده. فبينصدم وانج وبيقول في نفسه بطاقة خالدة تانية، المفروض يطلع روح بتحمل الاسلحة. فبيقول جن فين البطاقة الذهبية اللي انت فتحت بيها الكهف يلا؟ فبنتفاجأ انه الارض بتتهز وبيحصل سحر غريب جدا في الارض وبيطلع منه شياطين. فبنعرف انه ده السيد سيرين. فبيقول مفاجأة مش كده يا جن؟ فبيقول جن فعلا مفاجأة ما كنتش عامل حسابها، السيد سيرين قائد طائفة الموت، متهيلي ان دي اول مرة نتقابل فيها وش لوش كده. فبيقول له السيد سيرين ايه ده انت طلعت تعرفني اهو. فبيقول له جن في الحقيقة انا لحد دلوقتي لسه معرفكش اوي، انت مش باين لك راجل من ست من شيطان، في الحقيقة صعب جدا تحديد جنسك، لكن اللي اعرفه كويس هو انه لازم اشكرك. يوم ما بعت الاختين سو ويو علشان يقتلوني عرفت اخليهم تحت سيطرتي وبقوا يسمعوا كلامي، الصراحة انت وفرت عليا وقت ومجهود كبير. فبيتعصب السيد سيرين وبيقول له انت فاكر علشان قدرت تاخد مني الاختين الحسالة دول فانا بقيت ضعيف؟ ما تبقاش عبيط يا جن وبص حواليك، انت في وسط جيش من الشياطين كلهم تحت امري انا. وبمناسبة الشياطين احب اعرفك باقوى 4 شياطين عندي، انت النهاردة ميت لا محالة يا جن لان قوتك الروحية مش هتنفع قصاد شياطيني. فبيهجموا ال4 شياطين على جن في نفس الوقت. فبيقول جن تقريبا انت فهمت قوتي غلط، هو انت فاكر اني ما اقدرش اقتل غير محاربين بس؟ انا ممكن اقضي على شياطين برضه. فبيستخدم جن رمحه الروحي وبيفعل هالة التنين الجيروسي وبضربة واحدة بس بيقدر يقضي على ال4 شياطين. فبينصدم والد وانج ووانج معاه. فبيقول وانج انا مش مصدق عينيا، ده قضى على 4 شياطين في ضربة واحدة. فبيقول جن بكل غرور عندك ايه تاني تقدمه يا سيد سيرين؟ فبيضحك السيد سيرين وبيقول له عيبك الوحيد يا جن انك فاكر نفسك الذكي الوحيد اللي فينا. احب في الاول اهنيك على انك قضيت على شياطيني، لكن يا ترى هيكون فيك حيل تقضي عليهم تاني؟ اصلا انا نسيت اقول لك انه ال4 شياطين دول مش عاديين لاني صقلت دمهم بالسحر الاسود، ومهما كنت قوي مش هتقدر تقتلهم لانهم مش هيموتوا يا غبي. فبيصحوا فعلا الشياطين تاني وبيهجموا على جن من تاني. فبيتعصب جن وبيفعل هالة التنين الجيروسي من تاني، لكن المرة دي بيفعل معاها سحر بيفتح منه دوامة وبيرمي فيها الشياطين، وبعدها على طول بيقوم مسدد ضربة قوية للسيد سيرين بتسبب له اضرار مميتة. فبيقول جن النهاردة انا انتقم لكل الارواح اللي ماتت بسببك يا سيد سيرين، لكل بشر انت حولته بالسحر بتاعك لشيطان. وبيقوم جن نازل عليه بالرمح بتاعه في نص قلبه وبيقول الظاهر انه السيد سيرين خيب املك يا وانج، كنت فاكر انه هيقدر يتغلب علي ويقتلني. لكن بيصحى تاني السيد سيرين وبيقول في صوت كله رعب انت ازاي تتجرأ وتعمل فيا كده يا جن؟ وبيدخل جسد السيد سيرين في حالة شيطانية غريبة وبيخرج منه سحر شيطاني عميق وبيطلق العنان لقوته الهائلة وبيتحول لهيكل عظمي شيطاني ضخم جدا. فبيقول جن ده اللي انا ما كنتش عامل حسابه، انت شكلك اتحولت لدمية شيطانية. فبيزعق الشيطان وبيقول له انت قتلت صاحب الجسد ودلوقتي انا هقتلك يا لعين، ده شرف كبير ليك انك تموت على ايد الشيطان الاعظم. فبتهجم الدمية الشيطانية على جن وبتسبب له اضرار مميتة. فبيقول جن بنفسه السيد سيرين طلع اقوى مما ظننت، بعد ما قضيت عليه قدر يحول جسده لشيطان علشان يقتلني. فبينزل عليه الشيطان بالهجمة التانية وبيكون جن مش قادر يعمل حاجة قصادها. فبيقول الشيطان وريني ازاي هتقدر تتصدى لقوتي العظمى يا جن، انت اللي وصلتني لكده وخلتني اكشف عن قوايا الشيطانية، وبعد المعركة دي انا هاخدك واحولك لشيطان عندي وهتكون تحت سيطرتي. فبيقوم جن من الضربة التانية وبيقول في نفسه اللعنة، جسدي المدعوم بقوة التنين الجيروسي مش قادر يصد هجمات الشيطان، الظاهر مفيش غير حل واحد ولازم اعمله مهما كانت الظروف. فبيقول جن للشيطان
الشيطان انت خدت فرصتك واستخدمت كل حيلك، انا دلوقتي هوريك حاجة عمرك ما هتشوفها في حياتك البائسة. فبيطلق جن العنان لقوته الهائلة وبيدمج الثلاث هالات مع بعض، تنين الجيروسي، النسر الذهبي، والاسد الارجواني، وبيقدر يكون منهم هالة وحشية ضخمة بتهز المكان كله. فبيزعل الشيطان وبيقول مستواك فعلا فاجئني، لكنك لسه غبي زي ما انت وفاكر نفسك هتقدر على قوتي الشيطانية. فما بيديش الشيطان فرصة لجن وبينزل عليه بقبضة قوية جدا بتدمر المكان كله، لدرجة انه وانج وابوه بيطيروا بعيد وبيكون المكان كله دخان ومحدش شايف حاجة قصاده. فبيقول الشيطان قتل جين كان اسهل مما توقعت، ولكن لسه عندي فرصة استفيد منه، وهو اني اخد جثته واحوله لشيطان بواسطة السحر بتاعي ويبقى تحت سيطرتي انا وبس. لكن بنتفاجئ انه جين لسه عايش وبنشوفه واقف زي البطل، وبنفهم انه الهالات اللي دمجها دي مش عشان يهجم بيها على الشيطان، لا ده عشان يصد بيها قوة الشيطان. وبنعرف كمان انه دي تقنية اسمها تحويل الجسد، وبكده جين بقى نص وحش ونص بشري. فبيقول جين ايه رايك دلوقتي يا لعين؟ مش انا وعدتك اني اوريك حاجه عمرك ما هتشوفها؟ فبينصدم الشيطان وبيزعق وبيقول انت ازاي قدرت تحول نفسك لوحش في الوقت القليل ده؟ وبتكون نفس الصدمه على وش وانج وابوه. فبيكمل جين كلامه وبيقول له بصراحه انا اندمجت في عالم الوحوش لدرجه انه تنين الجيروسي بقى جزء من جسدي، وبقى عندي نص كامل من جسد الوحش، وحاليا درع قوته في المستوى الثالث من عالم التشي. فبيهجم جين بضربه قويه على الشيطان بتدمره كليا، وبيفقد الشيطان هالته الشيطانية، وبيرجع السيد سيرين لجسده القديم وبيكون في فجوة في نص صدره، وبيقول انا فقدت هالاتي الشيطانية لمدى الحياة وكل ده بسببك يا ابن الكلب. فبيقول لجين انت خدت اكتر من وقتك معايا يا سيد سيرين، ودلوقتي جاء الوقت انك تذهب للجحيم. فبيزعق السيد سيرين وبيقول انت فين يا سمو الامير لين؟ ليه ما تظهرش بقى؟ انت مستني ايه؟ مستنيه لما يموتني؟ فبيستغرب جين انه بينادي على الامير لين لانه الامير لين هو اللي قتله في المسابقه. فبيظهر الامير لين وبيقول انت خيبت املي فيك يا سيد سيرين، رغم قوتك الشيطانيه ما قدرتش تقتل جين، ابقى فكرني اقتلك بعد المعركه عشان انت ما بقاش ليك لازمه. فبينصدم السيد سيرين وبيقول له ازاي عايز تقتلني؟ ده انا ساعدتك وكنت هقتل جين علشانك، والنتيجه اني فقدت هالاتي الشيطانيه، كل ده وفي الاخر عايز تتخلص مني؟ فبيقول له جن اطمئن يا سيد سيرين، محدش هيقتلك هنا غيري. فبيقول له سيد سيرين ارجوك يا جن سامحني، انا ممكن اعمل اي حاجه في سبيل اني ما اموتش، انا على فكره ممكن اساعدك في انتقامك من العشيره الخالده. فبيقول له جن انت بتقول ايه؟ فبيكمل سيرين كلامه وبيقول انا ممكن اعمل كده فعلا، انا عارف معلومات كتيره عن الامير تشاو والعشيره الخالده، واعرف كمان انه الامير تشاو قدر يكتشف طاقه روحيه جديده وهينضم لعشيره سماويه وملوك سماويين عشان يتامروا ضدك. انا ممكن اوديك للمكان اللي يحصل فيه كل ده، هو ممكن ياخد مننا 4 ايام سفر على الاقل، فانت اكيد محتاجني يا سيد جن، ارجوك ما تقتلنيش. فبيقول له جن خليني اقول لك باللي انت قلته ده، فانت قدرت تنقذ حياتك من تحت ايديا، لكن انا عايزك تقول لي المكان ده فين. فبيفرح سيرين وبيقول طب اقسم بروحك انك مش هتقتلني بعد ما اقول لك المكان. فبيقول له جن انا اقسم بروحي اني مش هقتلك. فبيقول له سيرين على حسب المعلومات اللي عندي الامير تشاو هيقابل امراء العالم السماوي في مكان اسمه طريق الخلود، وده مكان مهجور على بعد 100 ميل من جنوب غرب المدينه الملكيه. فبيقول جن عشان المعلومات المهمه دي فانا هموتك بسرعه من غير ما اعذبك. فبيقول له سيرين انت اقسمت بروحك انك مش هتقتلني، انت كده هتخلف وعدك معايا. فبيقتله جن بحركه واحده وبيقول له الحسالة امثالك ما يستحقوش مني وعود. فبيقول جن لوانج هات البطاقه الذهبيه اللي معاك يلا، ومن غير ما يفكر وانج بيديها له وهو خايف جدا وبيقول له ارجوك ارحمني، انا مش هقول لحد انه نصك وحش ولا هقول اي حاجه انا شفتها النهارده يا سيد جن، لكن ارجوك ما تقتلنيش. فبيقول له والد وانج ابوس ايدك انا كمان يا سيد وانج، سيب ابني يمشي، كل اللي حصل ده كان بسببه، ارجوك اعفو عني، انا راجل عجوز وسيبني امشي انا وابني، واوعدك ان احنا مش هنتعرض ليك تاني. فبيضحك جن وبيقول اسيبكم بس ازاي يا عجوز؟ ده انتم سبب كل الكوارث اللي حصلت لي، انا زهقت منكم ومن مؤامراتكم الخطيره دي. وبيقوم قاتلهم جيم في حركه واحده، وبيبتدي يسقل البطاقتين اللي معاه، فبيشتغل النص الوحش اللي جواه وبيكون عايز يمتص القوه الخالده اللي في البطاقتين. فبيدخل جيم بحاله غريبه وبيقدر يمتص القوه الخالده، وبتتضاعف قوته لاضعاف ما كانت عليه، لدرجه انه بيوصل للمرحله السابعه من العالم الخالد. فبيقول بنفسه بعد ما قوتي وصلت المستوى السابع من العالم الخالد اظن انه محدش هيقدر يقف قصادي، انا على بعد خطوه واحده من اني اكون اقوى محارب في العالم.
نص التاني بعد تحوله لوحش بقيت قادر اني اقاتل 10 محاربين واقضي عليهم كمان. الاهم عندي دلوقتي اني اروح لمنطقة الخلود عشان اعرف الامير تشاو بيدبر ليه. استناني يا تشاو، انا جاي لك وجايب معايا الجحيم كله. وبكده بيكون انتهى قسم النهارده من حكاية جن ملك الوحوش. فيا ترى جن مخطط لايه وعايز يعمل ايه؟ ويا ترى تشاو والبقية هيعملوا خطة بايه علشان يقتلوا جن فيها؟ ده اللي هنعرفه في الاقسام اللي جاية من حكاية جن ملك الوحوش. اما عن سؤال حلقة النهارده، فايه هي اول حاجة حصلت بعد ما جن حرك السلاح الروحي اللي في الكهف؟ اللي هيجاوب على السؤال ده صح هيظهر تعليقه معانا في بداية الفيديو اللي جاي. بس كده ما تنسوش توصلوا الفيديو ده 7000 لايك وتشتركوا في القناة عشان ده بيفيدنا كتير. اشوفكم ساعتها على خير. ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. شكرا، سلام.